السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا أجمل متابعين؟ النهاردة هشارك معاكم أسهل طريقة هتصلي بيها قيام الليل. كلنا نفسنا نصلي قيام الليل. قيام الليل سهل جدا، لو استمريت عليه هتلاقي مفيش أسهل منه. طيب، ازاي أصلي قيام الليل بسورة البقرة وتكون كاملة ومن غير ما تحسي ومن غير ما تتعبي؟ طبعا كلنا بنسمع عن فضل سورة البقرة وبركتها في البيت وفي الحياة، لكن كتير مننا بيتعب أو ما يعرفش يكملها في قيام الليل. علشان كده الفيديو ده هيكون في أفكار بسيطة وسهلة هتخليكي تخلصيها براحة إن شاء الله. تعالوا كده نتكلم عن أول حاجة وهي فضل سورة البقرة. أول حاجة لازم نفكر في فضل سورة البقرة، إن السورة دي قد إيه هي عظيمة، وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. يعني مجرد قراءتها بركة وحماية للبيت والأهلك كله، للأولاد بقى للبيت كله. طيب تعالي بقى كده مع بعض هنقسم السورة علشان تحسي براحة أكبر. أولا سورة البقرة طويلة 286 آية، لكن لو قسمناها هتكون سهلة جدا. طبعا احنا هنصلي بيهم التمن ركعات. انتوا عارفين طبعا ان قيام الليل 11 ركعة، لكن التلاتة اللي هم الشفع والوتر احنا طبعا بنصليهم بصور تانية خالص. اول ركعة طبعا بسورة الاعلى، وتاني ركعة بسورة الكافرون، وتالت ركعة بسورة الاخلاص. طيب احنا بقى دلوقتي هنتكلم عن التمن ركعات. طيب هقسمهم ازاي؟ طبعا احنا بنصلي 2 2. فأول ركعتين هنصليهم إن شاء الله كده مع بعض. أول ركعة هتصلي بيها إن شاء الله بسورة البقرة هتقرأي فيها 36 آية. دي في أول ركعة، سهلة جدا أهو، 36 آية بس في الركعة الأولى. وتاني ركعة هنصلي ب36 آية، يبقى احنا كده جمعنا كام؟ 72 آية في الركعتين. خلصنا أول ركعتين، هنبتدي في الركعتين التانيين علشان يبقى كده صلينا 4. الركعتين التانيين برضو هنعمل زي ما عملنا في الركعتين الأولانيين، كل ركعة ب36 آية. يبقى في الركعتين التانيين يبقى احنا صلينا ب72 آية. يبقى كده صلينا الركعتين الأولانيين ب72 والركعتين التانيين ب72، يعني الأربع ركعات صليتيهم ب144 آية في 4 ركعات. على فكرة هي سهلة جدا، ممكن انت تستصعبي كده الأمر في الأول، لكن هي سهلة جدا جدا جدا، وأنا صليت بيها وعلشان كده بقولها لكم، وقد إيه هي سهلة وقد إيه هي مريحة. خلاص صلينا ال4 ركعات بال144 آية. تعالوا بقى كده في ال4 ركعات التانيين. بكده فاضل من سورة البقرة 142 آية. هنبتدي في الركعتين الأولانيين هنقرأ ب71 آية، والركعتين الأخرى برضو ب71 آية، يبقى كده معايا 142 آية. يبقى أنا صليت ال4 ركعات الأولانيين ب144 آية، وال4 ركعات التانيين ب142 آية. يبقى كده لو جينا حسبناهم هيبقوا كام؟ 286 آية، ودي سورة البقرة. تهيألي مفيش أسهل من كده إنك بقى تبتدي كده تصلي سورة البقرة تصلي قيام الليل بسورة البقرة. سهلة جدا والله يا بنات، سهلة جدا. يعني جهدوا كده نفسكم وابتدوا كده صلوا بسورة البقرة، هتلاقوها سهلة عليكم. أولا أنت بتحس براحة كبيرة جدا، ثانيا بيبقى فيه بركة في كل حاجة، ثالثا لو في يعني حد من أولادك تعبك يعني، أو يعني في مشاكل، أو في الأمر صعب عليك في أي أمر من أمور الدنيا، صلي قيام الليل بسورة البقرة والله، وهتلاقيها يعني إيه،
ربنا سبحانه وتعالى أزال عنك الهم وفرج عنك الكرب. طيب تعالي بقى نختار الوقت المناسب اللي نصلي فيه قيام الليل، علشان نكون كده ايه يعني ايه بنصلي واحنا مستمتعين. افضل وقت للقيام هو التلت الاخير طبعا من الليل اللي هو قبل الفجر، لكن لو الوقت ده صعب عليكي ممكن تصليها بعد صلاة العشاء، برضو هي قيام ليل. والمهم طبعا النية، وانك تكوني كده مرتاحة وانت بتصلي علشان ايه تستمري في الصلاة. كنت عايزة أقول لك كده شوية نصايح علشان تستمر في صلاة قيام الليل وكمان تصليها بسورة البقرة. أول حاجة لازم إن أنت تبدأي بنية وتحضري كده نيتك نية صالحة لله، إن أنا عايزة أصلي يعني قيام الليل أولا. ثانيا صليها بسورة البقرة زي ما قلتلك لو أنت عندك أي مشاكل متعلقة بالدنيا، أو إن أنت بتجاهدي نفسك عايزة تكوني في مرتبة أعلى من الإيمان، فصلي بسورة البقرة والله بتغير تماما، بتخلي الإنسان بيتبدل من حال إلى حال آخر. طبعا حضري تاني حاجة، حضري كده مكان للصلاة، المكان ده يبقى معروف إن هو المكان ده اللي أنت بتصلي فيه يكون رايق ويكون نظيف، ويكون ريحته كويسة، علشان لما تصلي طبعا لو الدنيا مكركبة حواليك مش هتعرفي، مش هتحسي براحة نفسية، فيكون مكان كده مخصص للصلاة بتاعك. طبعا هنستخدم بقى مصحف كده معانا علشان تقرأي منه، علشان لو انت طبعا لسه ما وصلناش كده لدرجة حفظ سورة البقرة، فهتستخدمي المصحف وهتقرأي منه وانت بتصلي. طبعا اللي حافظ سورة البقرة بيصلي طبعا وبيراجعها، وده أفضل يعني أفضل حاجة إن هو يراجع بها سورة البقرة وهو إن يصلي بيها، دي من الحاجات اللي يعني بتثبت الحفظ. رابع حاجة بقى، خلي معاكي سبحة كده عشان بين كل ركعتين تقعدي كده تسبحي وتصلي على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. صدقيني لو صليتي بالطريقة اللي أنا بقولك عليها دي هتحسي بفرق كبير في نفسك وفي بيتك وفي أولادك. ما تنسيش بقى تشيري كده الفيديو، ويعني شاركي الفيديو مع أصحابك ومع حبايبك علشان نكسب الأجر بقى. ولو استفدت من الفيديو وصليتي بسورة البقرة اكتبي لي كده في التعليقات وقولي لي إحساسك بعد أول قيام بسورة البقرة. ما تنسيش طبعا اللايك والاشتراك في القناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. أشوفكم على خير فيديو جديد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.